للبلديات، بالتالي رح يحقق نظام ديمقراطي. هاي المرحلة صحيح عم نمر فيها وعم نساوي رغم الضغوطات السياسية، رغم الضغوطات الاقتصادية أو الضغوطات الهجمات التركية يلي عم بتكون من جهة أخرى. رغم هذا الشيء نحن ما بنستسلم، عنا إرادة، عنا فكر، عنا فلسفة، عنا قائد عظيم نمشي على طريقهم بهذا الفكر لحتى نحقق الانتصار يلي نحن أخذناه من طريق شهيداتنا. بالتالي هي الدورة كمان هي أول خطوة للمرأة العربية بالأخص، بنقول للتعرف على الذات، لتجمع قواها، يكون عندها إرادة. بعد ما بتطلع من هاي الدورة بنتمنى أنه هذا التدريب بس ما يكون تدريب ضمن نطاق مؤسساتي أو ضمن نطاق عمل، لازم التدريب يكون ضمن حياتنا الاجتماعية كمان، حياتنا العامة اللي عم نعيشها، ضمن العائلة يلي عم نعيشها. من خلال التدريبات نحن أخذنا كثير مواضيع كمان، من هالمواضيع هي خلق عائلة ديمقراطية. هاي العائلة بتقع على مسؤولية الأكبر على المرأة، هي اللي رح تخلق العائلة الديمقراطية. بالتالي نصل لبناء مجتمع ديمقراطي حر يسود فيه العدالة والمساواة يلي هي من جوهر المرأة الحقيقي. كمان برجع بقول منبارك هاي الدورة عليكم، ونتمنى أنه يكون ثمرة ببين بعد ما تطلعوا من هون، وبنتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية وحياتكم الاجتماعية. وسكفت بكم. على أساس المجتمع الديمقراطي إيكولوجي العمل على حرية المرأة على أساس إيديولوجية تحرر المرأة وناضل وأعمل من أجل إنشاء نظام الأمة الديمقراطية وإتمامه على هذه الأسس أقسم بداية للقائد أبو لشهداء الثورة بخط الحرية لشعبنا الوطني أقسم. بنرحب جميع ضيوفنا يلي شاركونا باسم دورة روس شهبة. نتقدم بكامل الشكر والتقدير إلى أكاديمية هيزل مؤتمر ستار على كافة الجهود المبذولة من أجل الدورة، على التدريبات القيمة وخلق الظروف الملائمة وخلق جو من الألفة والمودة. بفضل هذه التدريبات عرفنا نقاط ضعفنا وقوتنا، وعرفنا كيف نقف على أنفسنا وكيف نطور ذاتنا لخدمة شعبنا ومجتمعنا. تحدية للقائد عبد الله وجلان، هي خاطرة متواضعة مني. قائد الفكر، يا قائدا جمعت الملايين بفكرك، فكرا عظيما نهتدي بنورك، عاشقنا كتبك كلماتك سطورك، اجتمع الطغاة حتى يمحوا آثارك، فكنت نورا أبهرهم صمودك، أنت الحر الطليق بفكره، ونخوض أمواج المعرفة والعلم ببحارك. أخذت معنويات لكن منا كافية. بوجودكم بتفاعلكم معهم رح تزيد هي المعنويات أكثر وأكثر. طبعا الرفيقات محاضرين برنامج لأجل الضيوف، بنحب هذا البرنامج نشوفه سوا. تفضلي هبال خلود. كمان إيمان حضرت شعر زجري كمان نشوفه سوا. نسمع. بداية نرحب بجميع الرفيقات
وبشكر الكادر والأكاديمية على هالدورة التدريبية اللي استفدنا منها كثير. أنا بحب أحكي هيك من الألف للألف. برحب فيكم مرة ثانية، وبرحب هيك من الألف للألف بإدارتنا هبات زينب، شرفتينا ونورتينا بوجودك. زجل حابة أقوله: يا قائد أخوة الشعوب، بفكرك نورت الدروب، بالتدريب تجمعنا، كل لحظة أنت معنا، كرد وعرب توحدنا، اسمك بالقلب مكتوب. يا وردة مزروعة بدار، يا أجمل وردة بآثار، بدم الشهداء الأبرار، بالعزيمة والإصرار، مع بعض نكفي المشوار، للأمة الديمقراطية، للحرية والأحرار، يا قائد أخوة. أوها حاملة ولفانة، أوها عرفنا ما نوطفها إلا يطلع قائدنا بالسلامة. ما شاء الله وحدة، ما شاء الله جنتين، ويا خرجة الزرقاء تحرز عن قائدنا العين. دولة الشهيد روج شهبة بنقدم هلا فقرة مسرحية هو العنف ضد المرأة. بندعو الرفيقات كمان يجهزوا حالهم مشان المسرحية، بس بعد إذن الرفيقات إنه ينتقلوا على الطرف الثاني. هذا الكتاب محمود فيلسوف قائد معتقد أوشلان بيناشد حرية المرأة والمساواة بين المرأة والرجال. شفتي أخوي شو عم يتدخل بأختي؟ مو من حقه يتدخل بأختي، هو صغير. شو بتساوي يا بنات؟ شو عم تساوي؟ انتوا كلها عم تساوي لي جواز، كلها عم تساوي لي. ما في شيء. والله بدك تخربوا لي بيتي مشانكم، والله بدك تخربوا لي بيتي مشانكم. شو عم يحكي؟ الله يسعدك. انت بقى فيلسوف. أنا عملت لأختي هون شلون؟ هذا كاتب الكتاب فيلسوف اسمه عبد الله أوجلان عم بتقول حبيبي يعطي الحق الحرية للمرأة، المرأة مثل الرجال. بلش عم يحكي عن المساواة. ليش عم تخلي أبونا يتحكم فينا وأنت موجودة؟ ولا أخونا ما بصير. يا بنتي هيك لك يا بنات، خلصوا والله بدي أبوكم، لك هلا سامي لي جرس، على طول فوت أمير بطلع وزير، شو بدي ساوي؟ والله جننتوني انتوا وأبوكم جننتوني. يلا خلصوا. والله ما بنحسن لو فوت أمير بيطلع وزير. خلصوا يا بنات، خلصوا، الله يرضى عليكم، خلصوا. شوف البنت شوية نخلص نحن. الله يرضى عليكم. يوم يا يوم عم نشاور على جارتنا شوي. لك يا بنتي ابوكي ما بيرضى، شو بدك تروحي؟ بدك تساوي لنا جرس، بدك تساوي لنا بهدله. بس شوي يا بنتي والله ما بيرضى. يا قلبي هي راح هيك الجارة ما جاتنا، ما تتأخر، رح ترجع أبونا يجي أبوي. لك يا بنتي والله ابوكي واخوكي مسيطرين علينا، ما بنحسن نحكي، ما بنحسن نساوي شيء. معلش ماما ما عم تطلع. بس هي يوم هي يعني تفيدها تتجوز لازم تروح تودعها. طيب بس شوي هي ما تتأخر. قبل ما يجي أبوي انتوا حطوا خطوه بأول موقف. بس شوي ما تأخر، ما بطول. يوم خلصنا شغل البيت، خلصنا الطبخ، انتي الله يرضى عليكي 5 دقايق ما تتأخري، والله ساوي جرس ابوكي بيجي يفوت امير بيطلع وزير، شفتي شلون بساوي؟ ماشي يوم حاضر. لا تأخري، الله يرضى عليكي. ماشي يوم يلا. حسي ايدك يوم. الله يرضى عليكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ابن عمي، اهلا وسهلا. هلا يا سلمي على أبوكي. ايش عم تقولوا هدول؟ ما في شيء يا عمي، ما في شيء، لا تحل حالك. سلمي على شهيرة هون، شهيرة وينها؟ هلا هي بالغرفة الثانية، هلا هي شوي تعبانة، بقول يلا بتجي يلا بتجي. مرضانة هلا. أختك وينها؟ ليك جوا مرضانة رايحة أصلا. تمام. فنجان قهوة يا بلد. ايه ابني، شلون الشغل اليوم؟ والله جيدة. وين جيدة بس والله ثاني يوم. ايش يوم؟ اختي حريتهم زيادة. ضيفي أخوك بالأول. ضيفي أخوك بالأول. حطي يعني ضبطي الفحمة يا مريم.
ابنك ما بقول لك ظبطي الفحمه؟ ظبطي الفحمه. ايش عم تقري؟ تعالي فرجيني لاشوف ايش عم تقري. ما في شيء اخوي، ما في شيء اخوي، عم ندرس كتفي. ليكون عم تتثقفي؟ لا مشان تروحي تفردي؟ لا اخوي. متأكدة؟ شو خواتك؟ ما بعرف كأني عم يتفتحوا عم يتثقفوا بدهم يعرفوا يعرفوا. ما في شيء مش عندنا، ما في شيء، ما في شيء. عندنا بنات نحن نتفتح؟ لا ما في عندنا، لا ما في شيء عندنا. بس هيك حكوا قصة صغيرة بده يحكوها مع بعضهم. ما في شيء عندنا، ما في شيء. خواتك مسؤوليتك. خلص الله يرضى عني، ما في شيء. خواتك مسؤوليتك، انا ماني موجود انت موجود. تتصرف اذا انا ماني موجود تتصرف. ما في شيء ابن عمي، والله ما في شيء. حاضر. مين في على الباب؟ شو خير؟ وين كنتي انتي؟ اخوي كنت عند رفيقتي عند جارتي. تعالي لهون لاشوفك، شوفي اخوي مين سمح لك تروحي عند الجارة؟ هاي تربيتك انتي؟ هاي تربيتك؟ ابني هاي شوي الله يرضى عليك، شوي ما بنات مع حالك. ما كانت الله يرضى عليك، هذول اخوان عند الجيران. انت من شنو منه؟ تعالي اشوف لهون. الله يرضى عليك، تعالي اشوف، انا بدك تروحي. كانت هون عند الجيران. الله يرضى عليك، بشرها الله يرضى عليك. انتي دائما بتدافعي عنها كمان؟ ابني انا راسي بوجعني بهالامور هاي كلياتها، انت تصرف. يابا دايما قهوتكم. طول بالك هذا البيت له موعد ابني. انتي السبب، هاي تربيتك. لا ابني طول بالك، ما بصير ما بصير تعلي صوتك عمي. هاي مو بدي امك؟ اعلي صوتي. ما بصير. هاي مو ابوي امك؟ اعطاني هالحق. هاي مو امك؟ انا رجال هالبيت. بس هاي امك. ابني الله يرضى عليك، طول بالك، هدول مهما كانوا اخواتك، طول بالك. ما بصير. تربيتك فاشله. تقرأ اخوي كثير كتاب كويس. استفيد لا. منه. لا حق المساواة. صاروا الكتاب سامعك مع خواتك. بابا بدي اقول لك شغله. انا خواتي حسيتهم انه ما عم بيعملوا شيء غلط، وانه عم يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، واقتنعت بصراحه، لانه حسيتهم فعلا انه يعني بس بدهم حريتهم بحدود، بطريقه كويسه، بطريقه حلوه، بايديولوجيه كويسه. ما بعرف، اقنعوني، حسيت انه لازم حاج اخذهم. يا زلمه سعرك سعري، انت ايش علاك عني انا علمت، نحن وياك الهوا سوا، نحن وياك مع بعضنا نتكون عيشه سوا. بابا انت كثير دوم تظلمنا، نحن كوننا بنات دائما عم تظلمنا، بتعطي الحق لاخونا يضربنا رغم انت موجود، تشيل السلطه علينا. بابا هذا حرام، نحن ظلم، نحن وياه واحد، يعني ايش الصبر؟ حاجه ظلم، حاجه ظلم يا بني ادم يا زلمه. يا بابا كان عم نعمل شيء. حرية المرأة والعائلة يعني شيء حسيت. ورجيني يا شغله شوف. بابا كثير حلو كثير الكتاب. كويس الكتاب، نتمنى انك تفهم علينا. وتفهم هذا فكر الحب. يعني نحن ما عم نعمل شيء غلط، بس عم نقرا. يا بابا يا زلمه اعطيهم حريتهم، اعطيهم حريتهم. ما عم نحكي انا وابني. شوف انا بدخل، شوف انا بنت الصبي يا زلمه. انت واخوي عم تحكوا بس ماما كمان لها راي. شوف انا هاد ابني وهي بنتي، اثنين مثل بعض يا زلمه. أنا رأيي نعطيهم حرية. يا بابا قلنا كيان نحن. لا شو بنتي شو ابني نفس الشيء يا زلمه. أنا اقتنعت من خصوصي هي الصغيرة. كثير أقنعتني. يا بابا مثل ما اخوي هي موجود نحن كمان لنا كيان. وهذا بنتي. بعدين امي هي شايفتها بكل حياتك، لازم كمان شاركها بالقرارات تبعتك. يوب انت انا بس بتمنى تقرا هالكتاب للفيلسوف عبد الله اوجلان، فيلسوف كثير رائع، هذا رسول، هذا رسول مرسل لنا لحتى كل واحد يعرف شو ذاته وشو هو. بابا بنتمنى انك تقراه يوم. والله يا بنتي عن جد أنا شو بدي أقول لكم ما بعرف. الكتاب كثير شدني، واللي كتبه عن جد كان ملم بكل شيء،
أنا يعني أقول لك الصراحة أنا قريت هذا الكتاب وكثير اقتنعت. يا ابني خلص فك عن اخواتك وخليهم ياخذوا حريتهم، اذا كنت وحده عرفانه اذا قريت هذا الكتاب وعرفت انه هي حريه صحيحه اني احرار اكيد البنت الحره ما بتغلط. أنا اسمي نازك لطوف، أنا من المكون العربي. حبيت أحضر هالدورة التدريبية، أخضع لها لحتى أتعلم أكثر، لحتى أتدرب على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجالان، هو الفيلسوف العظيم. الدورة هي فتحت باسم روج شهبة، الشهيدة روج شهبة. إن شاء الله طبعا نحن رح نكون قد هالمسؤولية وقد هالاسم هذا وقد هالفكر والفلسفة. أخذنا كتير محاضرات، كان جروب كتير رائع، رفيقات من جميع المناطق، يعني حتى بتختلف يمكن قومياتهم أو من أي محافظة لمحافظة، بس إنه جمعتنا التدريب هذا الجروب، جمعنا بين بعض، أخذنا تدريبات كتير، دروس إنه شو هي أهمية التدريب، الأمة الديمقراطية، تاريخ المرأة شو بيحكي، جينيولوجي المرأة، كتير دروس لأسلوب الخطابة، كيف نتعامل مثلا مع المجتمع، مع الواقع اللي حوالينا. كتير دروس كتير نفعتنا. طبعا هي دائما نحن بنقول دائما متعطشين للثقافة، للفكر، للحرية الحقيقية اللي نحن لازم نمشي فيها، نعرف شو معنى نحن كمرأة، نعرف شو ذاتنا، شو نحن شو وجودنا بالمجتمع بالكون، لشو جينا على هالكون هاد، شو لازم نكون وشو لازم نعمل. عرفنا تاريخنا، ماضينا، اساسنا، جذورنا، نحن من وين وشو اصولنا. نحن لازم دائما نتابع للافضل، نرجع دائما للتاريخ لنعرف نكون شخصيتنا، شخصية المرأة، شخصيات المرأة الآلهة العظماء. نحن لازم دائما نسير على خطاهم، ودائما نسير على خطى دم الشهداء، رح نثابر ونتقدم أكثر. وبفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجالان نحن رح نكون يعني قدوة لأولادنا. وإذا ما نحن لنا الحرية، طبعا نحن رح المحاضرات كلها اللي أخذنا رح نمشيها على الواقع، نحن رح نعطي لأولادنا، للجيل القادم، للجيل المستقبل، رح ننور لهم الطريق ونمشيهم على الخط الصحيح. ومثل ما بنقول سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وإن شاء الله رح نوزع الفكر وننشره.